12 سنة من الضياع تحت مسمى التعليم بمراحله المختلفة اللي مفيش ولا مرحلة فيهم بتزيد أو بتقل أهميتها عن اللي قبلها أو عن اللي بعدها. يقول لك بقى دي ابتدائي ودي إعدادي ودي ثانوي، لا خالص. من أول ما اتعلمنا نكتب ونقرأ ونجمع ونطرح والحاجات البسيطة الحياتية دي، بعد ده أي حاجة جت كانت محض هراء. محدش يجي ويقول لك بنوسع مداركك ولا بنعمل حياتي وحياتك ملهاش علاقة بأي حاجة من الحاجات دي. فكك من الكلمتين اللي أبوك تفهمهم لك في بقك بعد صلاة الجمعة وهو بيحاول يفهمك ايه الاسم المطولة دي وانت مش فاهمها، فيقرر ان هو يطرقع لك ودانك وينزل على قفاك لحد لحظة تصفير المسألة، واللي بيصاحبها صريخ وفرحة مشوبة كده بشوية حزن على اللي انت بتضيعه من حياتك. انت بتعمل ايه يا ابن اصحابك تحت بيلعبوا كورة وانت عمال بتصفر لي في مسألة اسم مطولة عشان يوم السبت تروح درس كله بهايم والناس مش عارفين هم بيدرسوا ده ليه، لا مدرسين عارفين بيدرسوا ليه ولا العيال دول عارفين هم بيعملوا ايه. يرجع ابوك بعد الغدا يصالحك بصوت واطي كده، يميل عليك ويقول لك يا ابن الدراسة دي هي اللي هتخلي لك قيمة. فبشكل لا ارادي ومع مرور الزمن بتحس انك بتضيع في كل حاجة ومبقتش قادر تكمل، وبتصبر نفسك بالكلمتين دول مع انك عارف مدى هزليتهم، يعني اللي بقى العلم والتعلم والانسان يبقى ليه قيمة والكلام ده كله. خليني اقول لك ان مفيش اختلاف على مضمون الكلام، بس ده لما يبقى فيه تعليم اصلا من الاول. يعني انت في بلد القائمين فيها على نظام التعليم ذات نفسه مش عارفين ايه هو التعلم نفسه، مبدأ التعلم نفسه وهم مش عارفين بيتعمل ازاي. عايز دول بقى لما يتجمعوا كده واعظم ناس فيهم، مش بقول لك الناس المتخلفه، لا اعظم ناس في القائمين على النظام ده لما يتجمعوا يعملوا نظام يطلع بني ادمين ازاي. لما نسال اسئله منطقيه. قبل ما نبدا الفيديو ده اللي قد يوصل لكونه وثائقي عن اسوأ تجربه في تاريخ المواطن المصري، عايز اقول لك ان انا رامز جلال ودي البيرسونا اللي توقفت بسبب حاجات كتير انا متاكد ان هي مش اهم منها تمام. ليه مسح حرامية؟ العربية مصر العربية. ليه مسح حرامية؟ مع بداية الاحتكاك بالمنظومة دي واللي هو كان حضانة، ده بيختلف شويتين على اللي بيحصل دلوقتي، لأن بقى في مراحل تجهيزية كتير قبل حضانة. أنا بكلمك عن تجربتي أنا واللي تقريبا كانت زي تجربتك، يعني لو أنت ما كنتش من طبقة الكريمة اللي بيدخلوا 12 مدرسة قبل ما يدخلوا حضانة بحيث يبقوا مجهزين إن هم يحفظوا الحروف عادي جدا. تجربة الحضانة بالنسبة لي كانت كويسة نسبيا، شوية عياط وزعل عشان بعدت عن بيتك اللي كنت بتقضي فيه كل وقتك حرفيا من أول ما عينك فتحت، وشوية فضول ورغبة في استكشاف العالم اللي بره ده، تدخل في شوية علاقات كده مع ناس، وشوية كنت بتتعلم حاجة فعلا قيمة. ده مش لأن الحضانة بتديك حاجة مفيدة خالص، لا ده لأنها أول معلومات بتدخل لدماغك، فدي بتصنف إن هي أهم معلومات دخلت لدماغك مش أكتر. وشوية تانية بتلعب وبتهزر، ده مش لأنها حلوة فعلا ولا ممتعة برضو خالص، عشان في السن ده أنت لازم ياخدوك بالطريقة دي، هنلعب شوية يا حبيبي وهنتعلم فعلا. والسنتين عدوا بأمان باستثناء كرهي الشديد لمدرسة رياضة، كنت بهرب منها واروح اقعد مع الدادة، بل اني تجرأت وقلت لها انت وحشة وما تجيش تاني وبتاع. ده بيبرر قدام مدى كرهي للرياضة واللي بدأ لما كان الجمع وطرح ومربعات سحرية، لسه بقى لا جبر ولا هندسة ولا اي حاجة من الكلام ده. مدرسين مش فاكر وشوشهم بس فاكر لهم مواقف كتير. مدرسة انجليزي كانت دايما بتدخل تحط راسها على الديسك وتنام وتفضل تعيط، ما عنديش فكرة عن السبب اللي كان بيخليها تعمل كده، بس ده ربط دخولها بل ومجرد ظهورها في الطرقة بره بفايبس كئيبة كفيلة انها تقفلني من اي حاجة تخليني قدام ليه علاقة بمجال التدريس ده. يعني تخيل لو انا طفل حلمي ان انا اطلع مدرس، بعد ما اشوف اللي هي بتعمله ده فانا مش هحب ان انا اطلع مدرس خالص. لا دي مس فلانة كانت بتيجي تنام وتعيط. شوية ذكريات سيئة بقى عن مكاني اللي كان ورا خالص في الكورنر فوقي بالظبط، كان في خرم في السقف واللي عشت معاه اسوأ ذكريات حياتي، لان اول ما فصل الشتاء بيبدأ انت كده خلاص انت انتهيت. اي يوم هتنزل فيه النقط تفضل تنزل فوق دماغك سنتي سنتي كده، اساليب العذاب السايكاديليك دي نقط كده بتنزل تحفر دماغك، هتتجنبها وتقعد على جنب من كتر ما هي بتنزل بطريقه منتظمه جدا هتجننك. لما عملت سيرش لقيت اصلا ان دي طريقه، او ما عملتش سيرش تقريبا والله، كان في حد في تيك توك كان بيتكلم عن اسلوب عذاب كده، بيجيبوا واحد يقعدوا في اوضه وينزلوا نقط ميه على راسه بالراحه كده بانتظام، بعد فتره معينه بيفقد الصواب
تخيل بقى ان اسلوب التعذيب ده اللي كان مش عارف سنه كام كانوا بيستخدموه ضدي في الحضانه. لما امي بقى راحت تقول لهم انا مش عايزاه يقعد ورا، يعني غير ان هو ما بيشوفش حاجه، لا ده في ميه بتنزل فوق بتطلع ايمان. قالوا ايه بقى يا ترى؟ هو طويل لازم يقعد ورا، هو لا بيشوف وفي ميه مجننه اهله لمجرد ان هو طويل يقعد ورا زبناه خلاص. Competitors in Aqua matches. No. Don't do this. No! Cena! Alex Riley added to adjustment. Took the beating and now Cena is all over the Miz. Collapsing Miz on the government kneel right at the rim. Away. No, here we go. What do you say, Miz? You want to quit? I quit. Miz quits. Miz quits. Cena wins. والحضانه الابتدائي والفرق الراديكالي، واللي انت لو مفكر ان الحضانه دي كان فيها نسبه سوء 1%، فعايز اقول لك ان الحضانه دي كانت الجنه بالنسبه للي انا شفته في ابتدائي. مدرسه النصر الابتدائيه المشتركه في ميدان الشهابيه كابوس لسه لحد النهارده في الاوضه وفي السيت اب ده يعني في كده جواه لسه شويه ترومات. المدرسه عامله لي تروما لحد النهارده واللي انا شفته فيه بجد مش بافور. اصل بص الحضانه كان فيها اخر الرجال المحترمين باطفال وكمدرسين. افتكر في الحضانه في اخر السنه كانوا يدخلوا علينا كده ويجيبوا لنا ظرف فيه شوكولاته وفيه كل واحد لعبه، لو انت بقى ولد فهي عربيه ده كده، حتى لو انت مالكش في العربيه وهي عربيه، لو انت بنت عروسه مهتوكه العرض كده وريحتها بلاستيك سايح. لكن هناك في ابتدائيه دي انا اعظم حاجه مسكتها في حياتي كان مشط في المولد النبوي. المديره وزعته علينا عشان تصورنا بس وتنزل الصوره على الفيس. اتفرج بقى على العيال بعد 5 دقايق وهم بيشرحوا بعض بالمشط بتاع المولد وبايه بقى بيدخلوه في الحيطه، بينزل بودره ويقوموا لافين ورقه ويبداوا يشموه بقى السطر مشاط. الشخصيات في المدرسه دي عارف انت اللي هو السكواد اللي اي ام مصريه بتخوف بيه عيالها، لو انت لو ما اكلتش هجيب لك ابو رجل مسلوخه ومنى الغوله والسلعوه. دول كانوا مدرسين اللي في المدرسه. ولو انا كنت متضايق من نقط الميه اللي بتنزل فوق دماغي في حضانه، في ابتدائي كنا بنتضرب ضرب مش منطقي اي حد يضربه في السن ده، ومش منطقي اي حد يضربه اساسا. لما برجع افتكر هو مستر فلان ده كان مفكرنا ابناء الطبيعه مثلا، يعني مفيش حد كده هيجي يقول له انت ضربت ابني ليه. برجع برضه افتكر كلام الاهالي، اضرب واحنا نجبس، اضرب للبت ضلع يطلع لها 44 ليه مفعله هكر. فلما يبقى ده راي ابوك انا هتكلم ليه؟ قبل ما تشغل دماغك وتقول لي بقى انت شكلك كنت طفل غبي وبتنضرب وجاي بقى تطلع تروماتك. اسمع يا وزن، انا ما كنتش بخرج من الاذاعه ولا بخرج من الاوائل وكنت بينضرب بيا المثل. معروف ان رامز مش كارو يعني التعليم ده، بس لو جينا بقى نتكلم بجد لا ده احنا اول واحد بنختاره اوائل الطلبه هو رامز. اي حاجه عايزين العيال بقى شخصيه، عايزين مثلا حد ينزلهم في حصه مثلا مكتبه ينزلهم الحوش، رامز عشان رامز علاقاته حلوه مع المدرسين. انا بتكلم عن خلفيه واحد كويس طول السنين في المدرسه. انا فعلا كنت شاطر جدا بغض النظر عن مستواي في الرياضه، واللي في اقرب فرصه كان السبب في انهاء مسيرتي التعليميه. كنت هنسى، كان في مره كده نزلونا في وسط الحصص للفصول اللي تحت خالص في الحوش، وزعوا علينا ورق وهيمتحنونا في نظام كده كانوا بيعملوا بقالهم فتره اسمه القراءه الصوتيه. حاجه كده غبيه جدا، دخلت اعمل سيرش عليها دلوقتي افتكرتها نسبيا. حاجه كده غبيه جدا، ازاي تشكل الكلام صح، تفضل تتنطط ومش عارف ايه، لما تقول تشكيل تقوم ناطط حاجه غبيه غباء مش منطقي. خدونا مره واحده ونزلونا امتحاننا فيها. الورق كان جودته وحشه جدا والاسئله ما كانتش باينه، فمن المنظر كده انا قلت ايه ده حاجه ملهاش معنى، يعني مش ده اكيد اللي هيمتحنونا فيه او مش دي الحاجه المهمه. يعني بعمل زي اي حد وبنحل الورق وبنقوم لحد بتنزل النتيجه تمام، نجح وكل حاجه، وساقط في ماده القراءه الصوتيه. مره واحده الكادر بيقلب اسود، ببدا ان انا كل الناس رايحه وجايه وخلصت مدرسه وانا اخد شنطتي على كتفي واخد امي معايا ورايحين المدرسه. معلش والله اصل انا شايل الماده. ايه الماده دي؟ حد فاهم ايه دي؟ محدش فاهم. الكارثه ان انا لما رجعت بحبس كده وراها وابص في صفحه المدرسه وابص في الدرج اللي انا شايل فيه حاجتي وشهاداتي، لقيتني كنت اخد فيها شهادات وكنت بتكرم من القراءه الصوتيه دي، جيت في الاخر شلتها ومانيش فاهم ايه ده. حتى المدرسين لما كانوا بيدخلوا عليا الفصل وانا قاعد في الصيف، انت قاعد يا ابني جنب الناس اللي ما حضرتش الامتحان اصلا، انت بتعمل ايه هنا؟ بدات ان انا يعني هل انتم بتساووني بالناس دي؟ فمن يومها وماي سول هاز نيفر بيكمز سين. وبدخل اعدادي اولى وثانيه بيمشوا يعني
افريج كده، وكل الكبائر اللي كانت بتحصل في ابتدائي بتتفاقم، وخصوصا المدرسه ما بقاش فيها بنات، فجوه بيبيعوا مخدرات والسجاير جوه في كل حته، والعيال بتموت بعض. لحد ما بتيجي سنه ثالثه بنقعد في البيت عشان كورونا، وبيحصل كده مواضيع وبتاع وظروف رهيبه، وناس بتموت وناس بتتعب، وانا شخصيا بيجيلي كورونا وبشيل رياضه، واجيب مجموع تقدر تقول قليل نسبيا، بس للاسف بعرف ادخل سنه. والله انت بتخليني يعني بتخليني دلوقتي لو معايا خنجرين اجيبهم كده وارشع واحده في قلبي وواحده في انا عاوز ارتاح يا حامد، انا تعبان يا حامد، ده انا متلي نوم يا حامد. وبقول للاسف دخلت ثانوي لان النظام بايظ فعلا، الوضع مزري، ثانويه عامه مش شغاله. الموضوع ما حصلش في اي تغيرات ولا عمره هيحصل بالمناسبه، لو انت مفكر يعني جاي دلوقتي يكتشف ان مفيش حاجه اسمها فيزياء نظري، واننا بنهبل بقالنا سنين، ومع ذلك لا هيتحرك ولا عمر حد هيغير حاجه. المناهج هي من ايام الهكسوس، كل سنه يطلع في خطاب يوهمك ان اللي جاي احلى، في الحقيقه كله هاري. من 3 ولا 4 سنين اتنيلوا وغيروا النظام، وقال لك بس بقى بالتغيير الجذري على النظام الحديث والطراز الاوروبي. عملوا ايه بقى يا ترى؟ ادالك طبع قيم ابن دلوقتي بتاع الدفعه دي واللي قبلها بقى كويس يعني، بس بتاع اول دفعه ده بيعلق في يوتيوب وقافل لك عليه اي حاجه تقدر تستخدمها، لا كاميرا ولا يوتيوب ولا اي حاجه. ما حطش في باله ان انت ممكن تفتح دروس وتذاكر من على يوتيوب عادي، لا عامل لك شويه منصات مخرتقه على النت وبتعلق وما بتفتحش وحالتها كرب، وحتى ما فيهاش كونتنت تقدر تستغنى بيه عن الدروس. حتى الامتحان على التاب كان بيقفل ومليان مشاكل. انا شخصيا في سنه اولى كان عندي امتحان جغرافيا، خلصت الامتحان في اول تلت ساعه وجيت اسلم، قال لك لا طبعا العرف انك تستنى بعد نص الوقت، والساعه تدق بعد نص الوقت بالظبط الامتحان شكرا التاب فصل. يجيب لي بقى اي تي مفيش بني ادم عارف يعمل حاجه، واحده ماشيه بالتليفون عماله بتتكلم وبتجري في اللجان على اساس ان هي بقى المخلصه وبتفتح العيال الامتحان، مش حاجه راضيه تفتح. خلاص سلمت الامر الواقع وان انا هروح الاقي نفسي شايل جغرافيا، رحت لقيت نفسي ناقص درجتين جغرافيا ومش شايليني احياء. ليه؟ لان مفيش حاجه اسمها تاب ولا حد عارف حاجه، والناس بتنجح بالبركه. انا متاكد 100% ان في سنه اولى بتاعتي دي لو كانوا عاملوا الناس بما يرضي الله وبالامتحانات اللي قفلت يسقطوا واللي ما قفلش ينجحوا، اقسم بالله الدفعه تما تلاقيها ساقطه مواد كتير قوي، لان كل الناس كانت بتفصل. انت قاعد تلاقي عيل بشنبات جنبك امتحانه فصل وبيعيط، لكن التطور بالنسبه لهم انك بدل ما هتمتحن ورق تمتحن على التاب، وبدل ما الامتحان كله مقالي لا هنعمل لك ام سي كيو، لان الناس بره بتمتحن ام سي كيو، وده بالنسبه لهم قمه التطور. مع ان المشكله الحقيقيه بتكمن في النظام والمناهج الحقيره. مش هيفرق يكون الامتحانات اختياري ولا مقالي، فواضح انك عندك مشكله انك تكتشف فين المشكله. فاهم قصدي؟ قال لك احنا هنغير الطريقه اللي بتيجي بيها الاسئله. خلاص بقى مش هيبقى في حفظ، والاسئله هتجيلك بناء على انك طالب مذاكر المنهج وعارف الاحداث مش حافظ. يمكن من بعيد يبان ان ده الخلاص بقى وان احنا بجد هنتنقل نقله نوعيه، بس والله العظيم بلح. الموضوع بيحمل في داخله كميه تخلف انت مش متخيلها. بدل ما كان بيحفظك المنهج في النظام القديم، لا ده انت دلوقتي بتحفظ المنهج برضه، ويديك بره شويه حاجات يقول لك دي مخرجات التعلم اللي انا بديها لك، المفروض انت تبقى استنتجتها لما ايه تحفظ المنهج، ويربط لك اللي في المنهج باللي جوه المنهج ويقول لك اتفضل احلى سؤال على النظام الجديد يبقى قابلني لو حليت. ويقول لك الامتحان اوبن بوك، تدخل بالكتاب وتتفرج على المدرسين وهم جوه اللجنه هيتهبلوا ان احنا ماسكين الكتب وفاتحينها. والله العظيم ما في حاجه لها علاقه، اللي في الكتاب ده ملوش علاقه. يوم ما تطلع سؤال تبقى قاعد هتزغرط، ويطلع لما تخرج تراجع تلاقيه غلط، بعدين يسحب منك الكتاب ويقول لك هنديك كراسه مفاهيم. ومن قلب الحدث اهو كراسه المفاهيم دي عباره عن كشكول كده زي اللي بتكتب فيه ارقام تليفون الارضي ومفيش فيها اي حاجه مفيده، والعيال بتبقى مفكره ان الحل جوه كتاب المفاهيم. ده بيخليهم بيضيعوا وقت ويفضلوا يدوروا فيها، ده غير انها اصلا متقطعه، الورق بتاعها متقطع متلبسينهولك بالغلط. فعشان تطلع حاجه لازم بقى تفضل تقلب صفحه وبعدين الصفحه الثانيه مقلوبه، فتقوم قلب الكتاب تبص على الصفحه وبعدين تقلبه تاني تقلب. الفيديو ده كان ناوي يتصور قبل الامتحانات، لكن يعني اسمها ايه، الكهرباء قطعت. والله يا باشا عندك حاطط واحد سوفت بوكس، ده واحد اسمه ايه ده؟ عدد مخرج وعرض عدد مخرج وعدد
والله عندك عدد هنا سوفت بوكس تاني والخلفيه اللي شقينا فيها. ابقى اتملح بيهم بقى بالهاي برودكشن وما عندناش كهرباء. انا رايح. تعالى ولا يا احمد. شفت. طيب لو عايزين تصوروا الفيديو الدولة طبعا عشان احنا ايه في بلد عظيمة. نازل 13 دور على رجلي علشان مفيش بتعمل ايه عشان مفيش اسانسير. استنى ما نشغل الفلاش. عشان كده ايه ادت العدد اللي بيبقى فيها فلاش ورايا مراجعة وامتحان وبتاع. وقررت ان انا انت بتعمل ايه انت كمان قررت ان انا انزل اصور. بس الدولة ليها رأي تاني طبعا زي لا مؤاخذة. هنزل اخد بعضي واروح بيتنا. نراكم على خير لو عشنا. فاينلي وميك 13 دور لحد ما الواحد فقد سيقانه كله لاجل انتظرونا كل ما هو جديد وحصري. بس لو الكهرباء موجودة يعني مفيش كهرباء والله مفيش كلام من ده. واستكمالا للي بدأناه اول يا ابني بايل عن مية ايه دلوقتي؟ ما تشرب وانت ساكت يا استكمالا لما بدأناه اول امبارح قبل ما الكهرباء تقطع. وخد عندك بقى الترند بتاع كل سنه واللي والله العظيم بتخيل الناس اللي بيحطوا الامتحان وهم عاملين كده بالظبط. الكبير بقى بتاعهم ايا يكن موجه ولا اسم امه ايه قاعد كده منجعس وحمار ولابس بدله واللي حواليه كلهم بهايم بس اقل شأنا منه في الزريبه التعليميه. يقول لهم ايه بقى عايزين نعمل شويه اسئله ماشي لم يكن كل الامتحان بس شويه الاسئله دول هيبقى سهل قوي انك كطالب متوسط وضئيل الوعي انك تبص كده يا سلام ده في اجابتين ارميهم في المزابل. الدنيا حلوه لسه اجابتين. الاجابتين التانيين وعهد الله انت لو فضلت وانت املس وقاعد قدام الورقه لحد ما يطلع لك دقن برضو مش هتعرف تختار واحده من الاثنين ببساطه لان الاثنين نفس الشيء. الاثنين مفيش بينهم فرق يمين شمال. الاثنين ينفعوا والله. تقعد بقى تسال مدرس طب مستر انا ليه اخترت ده وما اخترتش ده؟ يقول لك لا بص ويقعد يهري. والاثنين يا ابني هما الاثنين نفس الاجابه بس هو برضو دي بقى الخطه بتاعته علشان يحصل بعد كل امتحان الترند اللي شفناها الفتره اللي فاتت. ده الاسئله كلها اجاباتها تنفع. ده الاسئله كلها ونفس النظام من اول ما النظام ده اتعمل. نفس النظام نفس الترند اللي بيحصل بعد الامتحان. تقوم بقى المواشي اللي قاعدين حواليه يطبلوا له ويسقفوا له على قد ايه الفكره دي عظيمه املا في ترقيه بقى ولا شويه فلوس كده زياده. وتطلع العيال تعمل دوشه زي ما المشهد اللي بيحصل كل سنه وشاهد انهيار بكاء وطلاب العام. السؤال هنا هل شكل المدرسين بعد الامتحانات وبعد الاسئله اللي عليها جدل وهم بيتخانقوا مع بعض ومحدش عارف الاجابه الصح فين وهل منظر العيال وهي بتعيط بعد كل امتحان من قديم الازل وهم بيطلعوا يعيطوا هل ده بينم عن اي حاجه غير ان النظام كله بايظ وفي مشكله كبيره في الموضوع وزي ما قلت لك انت مش عارف فين المشكله؟ ويجي تيست تاني بقى يقول لك لا هي الاسئله المختلف عليها دي بقى مش بتاعت اي حد. عامة الشعب هيحلوا الامتحان كله ويجوا عند الكام سؤال اللي فيهم اجابتين هما الاثنين ينفعوا دول واي حد يقول لي كلمه غير دي اطلع. يجي بقى عند السؤالين دول ويغلط فيهم علشان الذكي بجد هو اللي هيحل السؤالين دول. ده النظام الجديد بقى ولا انت شكلك كده تيس بقى وادبي؟ انت شكلك ادبي كده وعايز ترجع تحفظ. مش نافع معاك انت نظام الاسئله الجديده والحاجات اللي بالتفكير دي. هو تلاقي اصلا اللي يقول لك الكلمتين دول خالك هو اصلا خريج معهد تنطيط النونه في اسوان وجاي يقول لك الكلمتين دول دلوقتي. والله يعني من الاخر ما دام هي كده كده بايظه يبقى رجعني يا عم احفظ وادخل جوه اكتب الكلمتين وخلصنا. على الاقل انا لو نجحت ودخلت بالكتاب اعرف اغش مش يبقى معايا جروبات. العيال داخله بالتليفونات عادي جدا جروبات الغش الكتب الخارجيه كتب المدرسه كتاب المفاهيم اللي ملوش اي معنى ده ومحدش عارف يحل حاجه. يا عم بلاش كل ده. خليني لما احل سؤال واخرج من اللجنه واجي ابص اعرف اللي انا حليته ده صح ولا غلط. مش هبقى خارج مش عارف الاجابه. الوزاره بتسيبنا تخرجنا بره ترمينا من غير نموذج اجابات. عيشوا بقى يلا شوف لي بقى النموذج اللي مرمي على الفيس وما تفهمش يعني هو ما ينفعش اللي يحل كده لا تحسه كاتب الاجابات بدمه معلق كده بالماركر على السؤال كله ما تعرفش هو مختار ايه. كل دي مساوئ النظام اللي هم بيسموه نظام جديد ده. انت مش قادر تعرف المشكله فين. انت مبسوط بالصوره بتاعت العيال اللي بتعيط بعد كل سنه. مش عايزين تغيروا الصوره دي في عينين حد وعايزين السنه اللي هي زيها زي اي سنه بس انت عايز تحافظ على رونقها كده وكونها سنه صعبه وانت في ثانويه عامه واللي زيك بنقفل عليه باب الحمام عشان يذاكر وما بيخرجش من حاجه. انت عايز تحافظ على الصوره دي. سينك تاني عشان مساعد المخرج
وقف التسجيل يا سيدي. السنه مهمه وكل حاجه، بل ان هي بتحدد انت هتروح فين بعدها، بس ليست بهذا الثقل اللي انتوا مدينه لها. حتى اللي بعدها مهما كان هو ايه، فصدقني بيرسى على اللا شيء. وليه اصلا مستقبلي يبقى متحدد على حسب كام ورقه بتظللهم، ولو خرجت بره الدايره بالسنه كده يقول لك لا والله هنصححها بالايد، واتفرج بقى على الناس اللي بتصحح بالايد. ده غير ان احنا يا خالد طول السنه لو انت حضرت دروس كنا بنظلل ايه، دواير. شفت اللي في الامتحان ايه؟ مش دايره، حاجه تظليلها كده بيضاويه. حضرت امتحانات انت في سنه كام؟ كل ده والله ما مقياس. ده غير ان ممكن حد يجيب درجات بالغش او بالفلوس، يشتري اللجنه بقى ولا يشتري اي هباب، او واحد يجي حظه عظيم وقدامه ووراه اشطر ناس في المدرسه معاذ عثمان، وبعد ما تجيب المجموع الخطير وتدخل الكليه الفشيخه فكر نفسك وصلت بقى، لا ده انا خلصت تعليمي، عايزين مني ايه؟ تنزل الشارع يقول لك لا والله ما فيش، محتاجين ناس خبره في مجال معين، خبره 5 سنين. 5 سنين يا عم؟ طب ما انا لسه متخرج، هجيب خبره 5 سنين منين؟ هشتغل عند مين 5 سنين علشان اجي اقول لك ادي خبره 5 سنين اهي، وتكتشف ان انت بقالك سنين بتضيع عمرك وبتضيع حياتك. احنا عندنا في دمياط الولد من هو صغير بينزل يشتغل في الورش ايام ما كانت الورش شغاله، لكن بره مفيش كلام من ده. يعني انت كده كده بتخلص وتكتشف ان انت ضيعت سنين من عمرك على الارض في كلام ملوش اي لازمه. وزي ما قال احمد ابو زيد في الفيديو بتاعه، احنا عندنا مشكله في ازاي نتعلم التعلم نفسه. يعني احنا ما عندناش كونسبت التعلم اصلا. اضطر اسفا انك تسلك الطريق التاني بتاع الشغل بتاع الشغل، واللي مش عيب خالص بالمناسبه، بس اكيد مش ده اللي انت كنت تحب تعمله بعد ما تدخل كليتك اللي انت بتحلم بيها، اذا كانت بقى طب ولا هندسه. لو جينا اصلا نبص على الناس اللي على السوشيال ميديا والناس اللي احنا بنسميهم ناجحين، كل الناس ايه؟ المهندس والدكتور، مش بقى ناس بتاعت كليات بسيطه، لا فعلا المهندسين والدكاتره هم اكتر ناس بيعملوا شيفت كارير. والمواطن العادي اللي ما يعرفش يعمل حاجه زي دي او ما عندوش الموهبه بينتهي بيه الحال كويتر مثلا او شغال في محل هدوم. ده مش عيب والله، بس مش ده اللي انت كنت تحلم بيه، مش ده اللي انت صرفت 70,000 جنيه على ثالثه ثانوي لوحدها علشان تتخرج وتشتغل. لكن احنا اعتدنا المشهد، وخصوصا اللي بيحصل بعد ثانويه عامه ده، مع ان مش ده المفروض اللي يبقى بيحصل. مش المفروض اول ما توعى كده ويبقى بقى المفروض تدور شوف انت عايز تعمل ايه وعايز تشتغل ايه، يبقى كل همك حاجتين، الجيش وثانويه عامه. ليه؟ هل دي مؤشرات لاي حاجه غير ان احنا بنضيع؟ وظروفي انا الشخصيه اللي منعتني ادخل ثانويه عامه ببلاش اللي هي انتظام، عايشتني تجربه الثانويه العامه الخدمات اللي بتدخل تدفع فلوس كل سنه. وفي الحقيقه نظام الخدمات ده هو نظام منقذ لاي حد ما حلفوش الحظ في سنه ثالثه اعدادي مثلا ان هو يجيب مجموع، ما راحش امتحان معين، كان تعبان، وخصوصا الفتره بتاعتي دي كانت فتره كورونا. ركز انا بقول ايه، اي حد ما حلفوش الحظ ان هو يدخل ثانويه عامه، لكن هو عنده القدرات اللي تاهله ان هو يدخل على حاجه زي دي. ولكن كعاده اي حاجه بتجيب فلوس في البلد دي، رجعوا بعد كده استغلوا الموضوع، يعلي لك قوي في مجموع ثانويه عام اللي هي الانتظام، ويوقع لك قوي في مجموع الخدمات. ليه يا ترى؟ علشان الناس كلها تدخل خدمات، علشان بدل ما يبقوا بيدخلوا ببلاش يدخلوا بفلوس. استغلوا بالونه ثانويه عامه دي واهميتها بالنسبه للاهالي في انهم يدخلوا الناس بفلوس، لان الاهالي معظمها ما بقاش يرضى بقصه التعليم الفني او التعليم الصناعي دي، لان هو كده كده مش موجود. فوقك من اللي يقول لك ده انا مش عارف ايه وخلصتها ودخلت منها ايه هري، ده مش تعليم. بيروحوا هناك بالشبشب والمش عارف ايه ويشربوا سجاير ويمشوا. مفيش تعليم فني في مصر. وللاسف بقيت اشوف اشكال تكاد اصلا ان هي ما تعرفش تكتب اسمها. لما يجي يغش في الامتحان بينقل كله باسم اللي بيكتب كل حاجه باسم صاحب الورقه اللي هو بيغش منها. ليه يا ترى؟ علشان الموضوع بقى في متناول كله، ما بقاش بيحددوا مجموعك في ثالثه اعدادي، بقى بيحددوا هل انت معاك فلوس تدخلها خدمات ولا جبت مجموعه تدخلها انتظام. ونفس العيال دي تلاقيها قاعده بقى في امتحانات كيمياء وامتحانات فيزياء. يا عم يعمل اللي هو عايزه، كل واحد بيدفع ثمن اخطائه يعني. لكن ما يجيش واحد زي ده يتريق عليا في فيديو تيك توك ولا حاجه بهايم يطلع يقول لك انا علمي، ما تجيش تقول لي بقى لو انت ادبي ان انت زميلي وقمه البضان. يا ابني ده انت شبه الحفاضه لا مؤاخذه. فكتلخيص للاخر بارت ده، ان مش كل الناس تستحق ان هي تدخل ثانويه عامه، مش كل الناس مستوى العقلي يؤهلها ان هي تدخل ثانويه عامه. اهو ده بمعنى تاني علشان ما حدش يعيط لي، او بمعنى ثالث اقل حده، مش كل الناس اهتماماتها وعقلها يؤهلها ان هي تدخل ثانويه عامه. يا عم فنفترض ان هو رائد فضاء في شغلانته، لكن هو مش كويس انه يدخل ثانويه عامه، مش عشان هي سنه صعبه بقى وحوار، عشان هي فعلا مش لكل الناس. ثانويه عامه مش ليا انا شخصيا، انا بقولها اهو ايه بالظبط. انا دخلتها عشان انا لسه قايله من شويه، فعلا ما حدش قابل صوره اي حاجه غير التعليم بتاع ثانويه عامه. وحتى لو هربت ودخلت ثانويه عامه، بيقابلك
السؤال الاصعب، هل انت بقى علمي ولا ادبي حقير حفيظ بدون النظر لامتحانات بتوع ادبي، وبدون النظر لمناهج بتوع ادبي، وبدون النظر للتاريخ اللي ما بقاش ليه ادنى علاقه بالحفظ؟ لا، انت ادبي يعني حفيظ يعني بهيم يعني بتاع علمي، ليه الحق ان هو يدخل كل كلياتك، في حين ان انت لو جبت 51% في الزباله، وبتاع علمي لو جاب 51% قدامه كلياتك تما. يعني على حسب الكلام اللي بيتقال دلوقتي ان هم بيعبثوا بشكل او باخر بالقرار ده، والله اعلم هيتطبق ولا لا. وبعد ما كان بتاع ادبي بيتريقوا عليه بقى، واللي هو بياخد نشاط زراعي وصناعي ورسم وبيخلص ويروح كليه مش عارف تجاره كانوا قرفانين منها دي، بقوا متضايقين دلوقتي لما حسوا بخطر ناقوس خطر، ان هم لو جابوا مجموع وحش، وساميه اللي كانت عايز تدخل كليه طب وتحقق حلم بابا وماما، لو اكتشفت ان هي ما عرفتش تدخل طب وجابت 22% مش هتعرف تدخل تجاره. دلوقتي تجاره حيلت بقى في عينيها. وفي ظل كل ده بتظهر فئه المدرسين، واللي تحولت من اكتر مهنه شريفه في الوجود الى مجرد تجاره. تحول من طالب جاي مقابل الفلوس اللي هيدفعها هيتعلم فعلا، الى مجرد رقم في وسط الاف غيره ملكش اي قيمه غير ال 300 جنيه ولا 400 جنيه اللي انت بتدفعها. المهم اي حاجه، تفهم ما تفهمش، تحضر من اصله ما تحضرش، مش مهم. المهم الفلوس بتيجي كل شهر زي ما هي، وفلوس المذكرات بتاعت المراجعه وكل حاجه بتيجي، انت ما تلزمنيش يا عم. وفر كرسي لواحد غيرك هيدفع الفلوس بس هيحضر، ويبدا يقلوظ لك في الدنيا بقى ويحسسك قد ايه الموضوع صعب، وتضطر تروح وتفضل تحت رحمه الشخص ده. بعد كل ده يا عالم هتجيب مجموع اصلا ولا لا؟ ويا سلام بقى لو معاك شويه فلوس وتقدر تهرب من حوار ثانويه عامه ده كله بقى، ولا تدخل امريكان ولا اي جي ولا الحاجات اللي بيدخلوها دي، تدفع علشان تكسب كانك مهكر لعبه، ضامن مكانك في الجامعه بتاعتك من اول ما بتدخل سنه اولى ثانوي، انت قاعد باشا مرتاح كده رجل على رجل. والله عايز تمتحن الماده دلوقتي ولا زورك محشرج مش قادر، يا عم ناجلها لك يا عم، بغض النظر بقى انت تستاهل اي حاجه من دي ولا لا، المهم ان انت دافع. طب هل ده عدل؟ كل الهري ده نتج عنه سنه بحاول اهرب فيها من ستيريوتايب المرحله الدراسيه اللي كله بيجي عندها بقى ويوقف حياته ويبقى عاكف على الكتاب ويشيل تليفونه ويرميه في الزباله ويمشي بنوكيا بزراير. انا على الجانب الاخر بدات السنه كيرف، مش اللي هو بقى عالي قوي وبدات انزل، لا انا ماشي طول السنه كده طالع نازل طالع نازل. وده فعلا انا كنت قصده، لان السنه دي مش بتاعتي ولا الحاجات اللي الناس بتعملها بقى ويفضلوا نايمين على الكتب وقدام محاضرات بال10 ساعات، ده مش انا. وابقى كداب لو قلت لك اللي ده انا بقى، وحلمي ان انا اطلع محامي، وحلمي ان انا اعمل مش عارف ايه، ده مش انا. باختصار كنت بعمل اقل حاجه عليا، ويعني اللي انا عملته كان المفروض يتعمل اضعافه علشان اخرج من السنه فعلا حاسس ان انا عملت اللي عليا، واي حاجه اجيبها انا هبقى راضي بيها. لا خالص، انا عملت اقل حاجه ممكن تتعمل وعايش حياتي طول السنه. تعبت واشتغلت وبرضه ذاكرت لحد الربع الاخير وهي فتره الامتحانات دي، واللي قررت من قبلها كمان ان انا ابدا اصور في الفيديو ده. الموضوع فرش مننا جامد، يعني انا منزل بوستات على فيسبوك من قبل الامتحانات بشهر وشويه، وانا المفروض ان انا بصور في الفيديو ده، لكن النهارده الفيديو ده بيتصور لسه كام يوم على اخر امتحان اللي هو امتحان الفلسفه، 3 ايام، لسه 3 ايام. قررت ان انا اخلص الفيديو في الفتره دي، بنصور وبنهزر وبنكنسل والنور بيقطع علينا، عمو بيقرر ان هو يضلمها على ما يتنا مفيش تصوير دلوقتي. الجزء ده وخصوصا اللي بيتصور في العربيه دلوقتي قبل اخر امتحان بيومين، انا مش عارف اقول لك ايه، بس انا فاقد الامل بطريقه محدش متخيلها، مع اني خلصت امتحانات خلاص، يعني حرفيا فات الكتير وما عادش حاجه، بس انا مش عارف افتح اخر ماده. انا كرهت الكتب، كرهت المدرسين حتى اللي كنت بحبهم من اول السنه، مش كرهتهم بمعنى ان انا كرهت شخصهم يعني، لا انا فعلا ما عادش قادر ادخل درس حد. انا من يوم 4/8 اللي فات وانا في دروس، فعلا بدات دروس يوم 4/8 اللي هو عيد ميلادي اللي فات، ولحد النهارده اهو انا لسه في دروس، ولسه المفروض عندي امتحانات، ولسه في ماده هنخلصها بعد بكره. خلاص بقى يعني شغف الواحد مات، ما بقتش عارف اعمل اي حاجه. متاكد ان بعد السنه دي ولو اتعافيت منها حتى عمري ما هرجع زي الاول. لما بهرب وبروح لاكتر حاجه انا بحبها اللي هو التصوير زي ما انا بعمل كده دلوقتي، برضه ببقى فاقد القدره على الاستمتاع. انا ما بقتش زي زمان في اي حاجه. كل ده ليه؟ الوضع مش في احسن حالاته، ما قربش حتى من انه يكون كويس، كل حاجه بايظه. انا مش قادر اتخيل ان في اجيال لسه هتيجي وهتمر بنفس اللي انا بمر بيه
دلوقتي ده، مش قادر اتخيل ان ولادي شخصيا هيتعلموا نفس التعليم اللي انا بتعلمه ده. مش عايزين تغييرات في المنهج ولا تغييرات في طرق الامتحان ولا في الاسئله واي حاجه، عايزين تغيير راديكالي يقتلع النظام ده من جذوره. نبدا بقى على نضيف زي ما بيقول. هل انت شايف ان عادي اننا ندخل السنه دي بطاقه وكل حاجه لحد ما نوصل لحته معينه فيها ما بنبقاش عايزين اي حاجه غير اننا نخلصها من غير خسائر؟ هل انت شايف ان ده الحلم اللي كانت الناس بتحلم بيه؟ هل شايف ان ده طبيعي؟ ده بسبب انعدام المنطق. مفيش حد بيوصل للي هو عايزه بالنظام ده. عمر ما في حاجه هتتطور طول ما انت قاعد بتحط لي ناس في اماكن غلط. مفيش حد فعلا بيتحط في الحته اللي هو عايزها. لو الناس اتحطت في الحته اللي هي عايزاها هتبدع فيها. المشكله عمرها ما كانت في طريقه الامتحانات، اختياري ولا مقالي ولا في التاب. المشكله في الطريق ابن اللي رايح جاي ده موتوسيكلات. يلا انا قضيت. المشكله اعمق من كده بكتير، وكالعاده انا مجرد حشره بتصرخ من وسط ملايين الحشرات اللي بتصرخ من زمان قوي، والحشرات اللي خلصوها ولسه بيتعالجوا منها لحد النهارده، ومن المقبلين عليها واللي هيعانوا منها. الفيديو ده اتكتب قبل الامتحانات بكتير قوي وقبل فترة المراجعة كمان، وكان فيه محاولات تصوير فاشلة كتير لحد ما خرجنا باللي انت شفته في الفيديو ده كله. والنهاردة اخر اجزاء بتصور في الفيديو واللي هي دلوقتي دي كانت يوم ما النتيجة طلعت، وعايز اقول لك ان انا جبت 75%، حاجة ما كنتش اتوقعها تماما، بس خلينا نقول اني راضي جدا. وانا واحد من الناس اللي ما كانش فارق معايا اجيب 75 ولا ما اجيبش، يعني المهم نخلص من المراحل عديمة الفايدة دي ونعمل اللي انا بحبه ده. انا واللي ورا الكاميرا واللي مساعدني في الست كلنا بنسعى لهدف واحد. عمر ما كان التعليم هدفنا، عايزين نخلص منه بمجرد ان هو مراحل كل الناس بتعدي فيها وبنخلص. انا عملت اللي اقدر عليه، بس مش اكتر حاجه كان ممكن تتعمل. حرفيا اللي انا عملته ده ممكن تقول عليه 10% من 100% كان المفروض اعمله طول السنه، بس ده انا كنت عارف ان ده اخري، ولو كنت عملت اكتر من كده بس ده كان هيجي على حساب صحتي النفسيه والجسديه، واظن ان انا ما كنتش هعرف اعمل اللي انا فيه ده، ولا كنت هعرف اعمل اي حاجه من اللي انت شفتها في الفيديو من اوله. فانا مؤمن اللي انا فيه دلوقتي هو احسن سيناريو كان ممكن يحصل، وكل اللي انا متاكد منه ان انا عمري ما هبص ورايا واقول يا ده كان ممكن يحصل اكتر من كده او ممكن كنت اعمل اكتر من كده، لان انا عارف ان ده اخري. ولو انت مقبل على ثانويه عامه مش هقول لك بقى نصايح ولا كلام من ده، هما جملتين كده حطهم صوب اعينك ما حييت. خلي كل هدفك ان السنه دي تخلص وبس. طبعا تخلص باحسن حاجه ممكن تخلص بيها، بس تخلص وبس. صدقني مش بيترتب عليها 100% من حياتك، بيترتب عليها حاجات كتير بس مش كل حاجه. شوف انت عايز تعمل ايه بقى. اكيد انت يعني ما خلقتش علشان التعليم ده، اكيد في حاجات انت بتحب تعملها وهتعملها. حاول على قد ما تقدر ان اللي انت بتحبه يتحول لشغلانتك علشان تعيش وانت مرتاح. ليه دي احسن اضاءه ممكن تشتروها لو انتوا صناع محتوى او مصورين؟ السمنيل ايه؟ انا هحطك في السمنيل. لو ثانويه عامه يلا والله العظيم بيبقى في قمه الجديه لحد ما نبدا نصور تلاقيه عمل كده. يعني انت بتقول وانا بتكلم؟ يا عم ارحمني بقى، ده انتوا عالم بنت يا عم، ده انتوا ايه ده يا عم؟ يا عم بس يا عم هو مقاطمها والله، ده انا تعبت. بروديوسر ايه بس؟ انت بتعمل ايه؟ الله يلعنك شكلك عارف. صوتك جوه دي جي. خلاص يا ابني انا اللي بختنق جوه. خلاص ده ما عدتش قادر اتنفس. وانا ما انتش قادر انا كمان والله. ارجوك انا ما عدتش قادر. بص انا عامل ازاي. من فان ديزل اللي تحت ده الراحل بلوك.